بايرن ميونخ والارسنال، مباراة عملت فيها البايرن فضيحة كروية للارسنال في دوري الابطال. مش هطول عليك، لايك وصل على الحبيب وتعالى نشوف قلة الادب اللي حصلت. روبن على طريقته المعتادة بيسجل اول هدف في الارسنال، هدف ارتو ماركة روبن، والبايرن داخل سخن قوي. ده احنا لسه بنقول يا هادي. وفريق البايرن وقتها عموما مفيش اي فرقة في العالم كانت تتمنى تواجههم. طبعا الكلام هنا مش للريال. المهم البايرن بتسجل الهدف الاول، الارسنال بتعمل ردة فعل وبتجيب ضربة جزاء وبيقف لها سانشيز وبيخش يلعبها ونوير يتألق، بس في الاخر بتيجي جول عبيط كده، والكل قال الارسنال شكلها كده هتلعب، وعينك ما تشوف الا النور بعدها. ليفاندوسكي بيطلع فوق الكل ويلعب كرة بالراس. المباراة لحد دلوقتي رايحة جاية وشكلها كده فيها متعة كبيرة، وشايفين اهو 3 اهداف لحد دلوقتي والدنيا زي الفل، والنتيجة 2-1 للبايرن. بعدها ب5 دقايق بالظبط ليفا بيعمل اسيست على الرايق لتياجو، والكانتارا ما يرحمش، الكانتارا هاك وبيحط تسديدة تانية في الجول. بس المرة دي مش دفاعات الارسنال اللي هتضحكك، ده الحارس اوزبينا هو اللي بيقدم ضحك جديد، وكرة ما كانتش قوية بتخبط في رجل المدافع وبتخش الجول بمنتهى السهولة، والنتيجة 4-1 للبايرن. بعد ضحك من الحارس وخط الدفاع بيجي ضحك جديد من خط الوسط، والمرة دي من تشامبرلين، وبيعمل غلطة غريبة، وتوماس مولر في مشهد مهين بيحط الهدف الخامس في الارسنال، والنتيجة 5-1 للبايرن. وكان لازم نقفل المباراة على كده ونفتح صفحة جديدة في العودة. وفعلا الارسنال داخله على ملعب الامارات تاكل البايرن، والكوت ياخد كوره ويروح يحط هدف صاروخي، لا نوير ولا غير نوير يعرف يشيلها، وبيسجل الهدف الاول للارسنال، والمباراه شكلها كده هتولع. المباراه فضلت ما فيهاش اهداف لحد بدايه الشوط الثاني. ليفا بيجيب ضربه جزاء وبيخش ليها ليفاندوسكي وبيحط هدف التعادل للبايرن، ونفس سيناريو مباراه الذهاب بالظبط. وعلشان هو نفس السكريبت مكتوب، روبن برضو بيحط هدف تاني للبايرن في مرمى الارسنال، وكأن مباراة الذهاب بتتعاد تاني، والنتيجة 2-1 للبايرن. وتعال نشوف الضحك اللي بعد كده. الجول التالت دوجلاس كوستا كان ماشي في ارض فاضية ومش لاقي اي حد، لحد ما اخيرا بيظهر مدافع بيرقصه ويحط الجول التالت للبايرن. معروفة هتفتح دفاعاتك قدام عملاق المانيا هتشيل سكور تاريخي، والنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين. دفاع الارسنال لسه بيواصل الضحك وبيعمل اسيست تاني لهجوم البايرن، والغريب ان فيدال بيجيب هدف رايق على طريقة ميسي والناس الجامدة. فيدال اساسا لما كان بيشوف الجول ما كانش بيسمي، كان بيشوطه زي ما تيجي، بس علشان حفلة وكده بيجيب جول غريب في مسيرته الكروية. اما الجول العاشر فمش محتاج اقول لك طبعا كده البايرن عملت ايه في الارسنال. عيب القناة دي محترمة. انا هسيب الناس هي اللي تقول في الكومنتات لما فريق بيجيب الجول العاشر يبقى كده ايه اللي حصل. وكده النتيجة 10-2 في مجموع المباراتين. ملخص كان كله قلة ادب،